فيلمنا بيبدأ في نفس وقت الحرب العالمية التانية مع طفل اسمه أنجس. طفل بيحب البحر لكنه بيخاف يقرب منه، ودايما بيتخيل إنه لو نزل الماء هيغرق ومحدش هيقدر ينقذه. وبيحب إنه يجمع الطوائق البحرية زي ما كان بيعمل زمان مع والده قبل كده. وبيلاقي صخرة كبيرة وزنها خفيف، فبيقرر إنه يحتفظ بيها، وبيديله ممثل اسمها أنا عشان يرجعوا سوا البيت. وبيروح على مخزن البيت عشان يحط القواقع والصخرة الكبيرة، وبيبدأ إنه يشوف الصخرة وبيلاقي إنها بتتقشر وبيكون لونها غريب، وفي مادة لزجة نزل منها شبه البيضة، لحد ما ممتل تندهل وبيسيبها وبتتحرك الصخرة حركة بسيطة بعدها. وبيجي الليل والهوا بيبقى قوي لدرجة إنه بيفتح باب المخزن وبينزل أنجس المخزن، لكنه بيلاقي إن البيضة واقع في الأرض ومكسورة. وبيبدأ إنه يحس بحركة حواليه وفي حاجات بتوقع، وبيفضل ماشي ورا الصوت والحاجات اللي بتتكسر لحد ما بيلاقي كائن غريب صغير مستخبي منه. وبيحاول أنجس إنه يقرب إيده منه، لكن الكائن من خوفه بيحاول يعضه. وبيجري أنجس على المطبخ وبيجيب سكينة وبطاطس عشان يحطها للكائن، ممكن ياكلها. وبيبدأ إنه ياكلها وبيسمح له إنه يلمسه من غير ما يعضه. لكن أنجس بياخد باله إن الكائن مجروح في ظهره، وبيجري يجيب شنطة الإسعافات عشان يعالج الكائن ده، وبيسيبه في المخزن وبيرجع قطة عشان مامته ما تاخدش بالها إنه اتأخر في المخزن. وبيجي تاني يوم وبيصحوا على صوت وجود كتيبة جيش بوجودة في مدخل بيتهم، وبيخبط عليهم كابتن توماس وبيقول لهم إن الكتيبة هتفضل موجودة في جنين بيتهم حسب أوامر مركز القيادة الوقت محدد، والضباط بس هم اللي هيبقوا جوه البيت. وبيروح أنجس للمكتبة بتاعت والده وبياخد منها قاموس، وبيروح على المخزن عشان يطمن على الكائن، وبيلاقي إنه بيأكل في الجزمة بتاعت والده، وبيعرف إنه جعان. وبيطلع على المطبخ وبياخد السلة اللي فيها بواقي الأكل وبيديه للكائن عشان يأكل. وبيقرر إنه يسمي الكائن كروزو على اسم مؤلف الكتاب المفضل لولده. وبيفتح أنجس القاموس عشان يعرف نوع كروزو إيه، لكنه ما بيوصلش لأي نوع محدد. وبعد ما كروزو بيخلص أكل بيحاول أنجس ينمس جلده، لكنه بيلاقي جاف جدا ومحتاج مية، وبيحط في السلة مية على كروزو وبيلاقي إنه بقى فرحان. وفي يوم بيتدور عليه مامته عشان عايزة تقوله حاجة بخصوص والده، وبيتقابل لويس عامل البيت الجديد وبتطلب منه إنه يبدأ في تنظيف المخزن لأنها شاكة إنه ابنها بيربي حيوان فيه، والمفروض إنه ممنوع تربية الحيوانات في البيت. وبيبدأ لويس في تنظيف المخزن وبيشوفه أنجس وبيرمي المية اللي كان فيها كروزو، لكنه ما بيكونش في المية. وبيسأله أنجس عن اللي بيعمله في مخزن والده، وبيقول له لويس إنه بينظفه بناء على أوامر والدته. وبيخرج أنجس يدور على كروزو في كل مكان لحد بالليل، وبيكون كروزو حجمه كبر وموجود جوه بيت أنجس. وبيجي وراه الكلب بتاع طبخة الكتيبة اللي اسمه سترانك، لكن الكلب بيكون مربوط في البوتاجاز وبيبوظ المبخ لأنه بيشد الحبل جامد من جاري ورا كروزو، وبيبوظ المبخ. وبيضطر سترانك إنه يحبس الكلب جوه أوضة المخزن عشان ما يبوظش حاجتين، لحد ما أنجس بيسمع أخته بتصوت وطلع من الحمام جاري وبيفهم إنه كروزو فوق. وبيلحق أخته قبل ما تقول لحد وبيشرح لها كل حاجة، وبيوريها إنه كروزو مش مضر، لكنه بيستغرب هو إزاي كبر بسرعة دي. وبتوقع دو كريستي أخته إنها مش هتقول لحد، وبتروح إن تاني يوم عشان تدي للويس هدوم جوزها القديمة، وبيشكرها لويس وبيقول لها إنه هيشكر جوزها مما يرجع، لكن إن بتقول له إنه جوزها مش هيرجع لأنه غريق مع سفينته من سنة، وإنه ابنها ما يعرفش لحد دلوقتي خبر. وسط والده وبتقول له إن الحمام عايز يتصلح، وبيطلع عشان يصلحه وبيكون أنجس وكريستي جوه الحمام، وبيحاولوا إنهم يمنعوا لويس من إنه يدخل وما بيقدروش يمنعوه. وبيشوف كروزو بعد ما بيهدى
بيقول لهم إنه شبه حسان البحر، وإنه حيوان أسطوري نادر ومحدش شافه في الحقيقة إلا قليل جدا، وإن الأسطير بتقوله إنه ذكر وانسى في نفس الوقت، وما يكبرش، بيبيض مرة واحدة بس وبعدها بيموت. وبيتأخروا كلهم في الحمام لحد ما إنا بتدور عليهم، وبيترجوا لويس إنه يخبي على مامتهم كمان، وبيوافق. وبيقولوا لمامتهم إنهم بيساعدوا لويس في تصليح قنابيب الحمام، وبيقدروا إنهم يخبوا كروزو وما يتفضحوش قدام مامتهم. وأثناء ما الجيش بيكون عامل وليمة في البيت، بيخرج أنجس من الحمام وبينسى الباب مفتوح وراه، وبيخرج كروزو من الحمام وبيطردوا الكلب وهو مفكوك في البيت، وبيبدأ الكلب بيكسر في كل حواليه عشان يوصل لكروزو، وبينزل للدور الأرضي جنب أوضة الصفرة اللي متجمع فيها ضباط الكتيبة، وأنا لحد ما بيدخل عليهم، وبيجري كروزو تحت الصفرة، والكلب بيجري من فوق الصفرة وبيبوظ الوليمة، وبيخرج كروزو بره البيت وبيهرب من الكلب، وبينطف النافورة اللي مليانة سمك، وبيفضل ياكل فيهم لحد ما الشمس تطلع. وبيلاقي لويس إنه حاج مزاد عن آخر مرة، وبيضطر إنهم يحطوه في عربية ويودوه أقرب بحيرة ليهم، وبيحرروه لأن إخفاؤه في البيت بقى مستحيل. وبعد ما بيرجع أنجس البيت دي، يلاقي إن والدته طلبت من الكابتن توماس إنه يدربه مع الجيش والكتيبة عشان يتشاغل في أي حاجة، وبيفضل إنجس مشغول في التدريبات، وما بيقدرش إنه يروح يشوف كروزو اللي بيفضل مستنيه، لحد ما إنجس بيقدر إنه يهرب من توماس ويروح على البحيرة اللي فيها كروزو، وبيقعد مستنيه وما بيظهرش، لحد ما بياخد إنجس المركب وبيروح في نص البحيرة، وبيلاقي كروزو وراه، وبيكون حجمه كبير جدا وضخم من الكتر اللي أكله هو في البحيرة، وبيكون كروزو عايز يلعب معاه زي الأول، وبيركب إنجس على ظهره وبيمشي بيه في المية، وبيكون أنجس مرعوب لأنه بيخاف من المية، لكنه بيتعود وبيستمتع وهو قاعد على ظهر كروزو، لحد ما بيلاقي أنجس إن البحيرة مقفولة بشبكة كبيرة من الجيش، وبعد ما بيخلصوا لعب بيرجعوا كروزو على الشط، وقبل ما بينزل كروزو تحت المية بياخد سترانك باله منه وهو في المية، وبيرجع أنجس بيته ويحكي للويس وكريستي اللي حصل وهو في منتهى السعادة. وبيجي تاني يوم وبياخدهم الكابتن توماس كلهم عشان يوريهم شغل الجيش على التلة وخطة الكتيبة في ضرب الألمان لو قربوا على المنطقة اللي في البحر، وبيفرجوهم على قوة المدافع، وبيعملوا تجربة حية في ضرب الصواريخ على البحيرة اللي فيها كروزو، وبيتجنن إنجس عما يعرف إنهم هيدربوا في البحيرة، وبيحاولوا إنه يمنعهم لكنه بيفشل وبتدرب الصواريخ، وبسبب إنه إنجس قرب من الصواريخ وكان هيتأذى بتاع أبوه، والدته بتحبسه في البيت، وبيكون في واحد من سكان المدينة واثق إنه شاف كروزو في مرة، وفيدي المراقبة في البحيرة ومع المصور عشان يصوروا أول ما يظهر، لكنه بيفشل في تصويره، وبيلجأ إنه يزيف الصورة بسبب إنه بيجري ورا الشهرة، وبتنتشر الصورة في الجرائد وبيشوفها سترانك، وبيأكد لزميل ووكر إنه شافه حقيقة قدامه، وبيقرر ووكر وسترانك إنه يصطادوه عشان يتشهر ويبقى قاتل الوحش، وفي نفس الوقت بيهرب أنجس من البيت علشان يروح يطمن على كروزو من بعد الضرب اللي حصل له، وبيروح مع لويس وبيوصلوا لحد شط البحيرة، وبيفضل أنجس ينادي عليه لحد ما بيطلع كروزو، وبيحاول إنه يهاجمهم، وبيفهموا لويس إن بعد اللي حصل كروزو بقى حيوان بري وبيهاجم أي شخص لأنه بيفتكر إننا عن دوره، وبيفضل أنجس متضايق إنه خسر صديقه، وبيرجع البيت لكنه بيسمع صوت الكلب بتاع سترانك، وبيعرف إن في حد بيدور على كروزو عشان يصطادوه، وفعلا بيكون ووكر وسترانك بيدوروا على كروزو لحد ما يهاجموه، وبيبلغوا المركز إنهم بيتعرضوا للهجوم في البحيرة وعايزين كل الصواريخ تتدرب فيها عشان ينقذوهم، ولكن المركب اللي هم راكبينه بيتقلب بيهم قريب من الشط، وبيكون كروزو
هيكل سترانك بعد ما ووكر عامل الشط وهرب من الخوف. لكن أنجس بيحاول إنه يمنعه من قتله، وبيفضل دخل في الماء لحد ما بيغرق، وبيرمي كروزو سترانك بعيد، وبينزل ينقذ أنجس من الغرق، وبيقدر لويس إنه يفوقه، وبيجي توماس وينا وبيشوفوا حصان البحر قدامهم، وبتتأكد إن ابنها ما كانش بيتخيل. لكن فجأة بيتم ضرب الصواريخ على البحيرة بناء على بلاغ المركب قبل ما يتقلب، وبيحاول إنجاس إنه يخلي كروزو يهرب بعيد عن الصواريخ، وبيركب عليه عشان يرشده للطريق اللي هيخرجه بره البحيرة ويبعد عن مجال الضرب. ولأن الجو بيكون عاصف وأمطار وغزيرة، ما بيقدرش توماس إنه يلغي القوامر من خلال اللاسلكي، وبيتبلغ جنود المراقبة إنها شايف حاجة شبه منظر الغواصة، وبيفتكروها غواصة ألمانية جاية تهجم عليهم، لكنها في الحقيقة بتبقى راس كروزو. وبيستمر الضرب على كروزو وأنجس، وبيهتم رفق الشبكة أكتر لمنق الغواصة اللي هي كروزو من تخطي الشبكة. وبيكون توماس وأنا راكبين مركب ورا أنجس عشان ينقذوه لو غرق. وبيقرر أنجس إنه يسيب كروزو علشان يستخبى تحت المية بعيد عن الضرب، وبيروح لمنطقة المركب. لكن بينزل كروزو تحت المية، وبيقدر إنه يمط أعلى من الشبكة، وبينزل عليها لدرجة إنها بتتخلع من البرج المتثبطة فيه، وبيهرب كروزو للبحر وبيتحرر أخيراً. وبيشوفوا أنجس للمرة الأخيرة وهو بيقنف في البحر لحظة الشروق، كأنه بيودع صديقه الوحيد.